السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وأحسن حال. هنعمل مع بعض يا حبايبي الرز حباية وحباية. طبعا شوية الرز اللي باخدهم دول عشان أحمرهم، دول لازم ينشفوا جدا بالمية، وانزل عليهم في الزيت، وبحط عليهم معلقة ملح عشان يفكوا الرز ده من بعضه بالشكل ده يا حبايبي. فالملح فايدته ان هو يفك ايه الرز من بعضه كده، ما يبقاش متكتل. ودلوقتي يا حبايبي الرز اتحمر، ونزلنا بالرز بقى الابيض عليه، وبعدين قلبناه في بعضه كويس، ونزلنا بالميه. وطبعا نعمل حساب الملح اللي حطيناه على الرز في الاول وهو بيتحمر، ونغطي عليه بقى ونسيبه يستوي. هنعمل السمك المشوي يا حبايبي. غسلته وصفيته كويس من الميه، وحطيت عليه الرده، وهنشويه بقى في الفرن، وان شاء الله نوريهولكوا بعد ما يخرج. ومعايا بقى يا حبايبي ادي مكونات السلطه بتاعتي: الخيار والطماطم والشطه والليمون والبصل والجرجير. ومعايا جرجير هنا اهوت، وهنا بتاعتي اللي هحطها على السمك. ومعايا الليمون اهوت هعصره عليه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ادي شكل السمك يا حبايبي اهو بعد ما طلع من الفرن وشويناه. نحطه في طبق التقديم بقى. ادي شكل السمك حبايب قلبي. ادي حبايبي الاكل وبعد ما خلص. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا كنت هقلي دلوقتي شطة برضو وفلفل وبتنجان، لكن انا اتمنعت منه خالص، فما رضيتش اعمله. وما رضيتش برضو احط على الاكل برضو مخلل. لا حول ولا قوة الا بالله.
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.